الجمعة الجاية هيحصل فيها حاجة ممكن تغير حياتك كلها، فركز معايا عشان تعرف ايه اللي هيحصل الجمعة الجاية والمفروض تعمل فيه ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والحاجة اللي هتحصل يوم الجمعة الجاية مش حفلة ترافيس سكوت يا خفيف، حفلات حرام، ولو راح الحفلة دي انا بقول لك انها حرام، وغيرها كمان من الحفلات اللي فيها اغاني بالموسيقى ورقص واختلاط، كل ده حرام. فلو انت جايب التذكره ام 12 13 الف جنيه، احب اقول لك انك لازم ما تروحش الحفله دي وما ينفعش تبيعها، فاتركهم لله بقى وربنا يوفقك. واللي يسيب حاجه لربنا ربنا سبحانه وتعالى يديه اعظم منها بكتير. ولكن الحدث العظيم يا احباب اللي هيحصل الجمعه الجايه هو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء موسم من مواسم الطاعة، من النفحات الربانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نتعرض ليها. فلما نتعرض لنفحات ربنا سبحانه وتعالى يلمس النور قلوبنا، فتحصل لنا المغفرة والرحمة والعفو والقرب من الله والمعاني اللي كلنا بنتمنى نعيش عليها. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، واهم يوم نصومه في شهر الله المحرم هو عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث إنه بيغفر السنة التي قبله، يعني ذنوب ومعاصي ولخبطة، يعني تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، بتوبة واستغفار وصيام يوم عاشوراء تغفر السنة اللي قبله بإذن الله. وزي ما أنا متعود بقول لك ما تستغربش، خير ربنا كتير، مغفرته ورحمته واسعة، هو الغفور الرحيم. فبما إن الجمعة الجاية هي يوم عاشوراء، فيبقى تصوم يوم الجمعة الجاية وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك فيغفر لك السنة اللي فاتت كلها بإذن الله. تيجي هنا تسألني تقول لي أصوم الجمعة بس يا أمير؟ هقول لك والله إن لم تكن تستطيع إلا ده، إنك تصوم الجمعة بس، خلاص صوم الجمعة بس وربنا يغفر لك ويعفو عنك ويتقبل منك. ايه ده، هي مش صيام الجمعة لوحدها منهي عنه؟ هقول لك انت بتفهم وكلامك صح و100%، وشكلك متابع امير منير فعندك معلومات. اشكرني بقى على المعلومات اللي انا كل شويه اديها لك دي، مش كده يا اخي تتفرج وتمشي مفيش لا لايك ولا شير ولا كومنت كده تدلعنا بيه يا راجل، ما ينفعش والله. لكن هنا مفيش كراهه في صيام يوم الجمعة، لانك مش بتصومه عشان هو يوم الجمعة، ولكن عشان هو وافق عاشوراء، فلا كراهه باذن الله. ولكن خد بالك، عاشوراء ده حصل فيه 3 حاجات لازم تاخد بالك منها، وهم دول اللي هيغيروا حياتك بإذن الله. وفي الحاجة الأولى منهم هتلاقي إجابة عن سؤالك هل أصوم الجمعة بس ولا محتاج أصوم أيام تانية عشان يبقى الموضوع أحسن وأحسن. وأول حاجة حصلت في عاشوراء واللي النبي صلى الله عليه وسلم عرفها ساعة ما دخل المدينة، لقى إن اليهود بيصوموا يوم العاشر من محرم اللي هو عاشوراء. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه موسى من فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى منكم، وصام اليوم ده وأمر بصيامه وقال لنا فضله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء اليوم العاشر بس، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كانت موافقة أهل الكتاب فيما لم يأتي فيه نص. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أمرنيش هنا بحاجة فأوافق أهل الكتاب وأخالف أهل الأوثان، الناس اللي بيعبدوا الأصنام والحاجات دي نخالفهم، لكن أهل الكتاب ما فيش مشكلة نوافقهم. فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمين، بقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفرق بين المسلمين وأهل الكتاب هي مخالفة أهل الكتاب نفسهم. فقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم على طول لما صام عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لو عشت السنة الجاية هصوم يوم 9. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية أخرى للحديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بمحرم اللي بعده، ولكنه علمنا الصح. فبقى الصح وأكمل صورة إن احنا نصوم تاسعاء وعاشوراء ويوم 11 اللي هم في حالتنا السنة دي خميس جمعة سبت. طب لا يا امير، لا كتير عليا ما اقدرش، يبقى يوم قبله او يوم بعده، يبقى صوم خميس وجمعه او جمعه وسبت. يا امير قلت لك ما اقدرش، ساعتها لو صمت يوم الجمعه اللي هو يوم عاشوراء تحصل على الاجر باذن الله، والاكمل اتباع سنه النبي. بس وانت بتصوم يوم عاشوراء ركز مع القصه الاولانيه دي، قصه نجاه موسى من فرعون، وعيش الامل ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ينصرنا على كل ظالم، قادر ياخد بحقك من كل اللي ظلمك بغير أسباب، قادر ينصرك وياخدك من مكان انت مغلوب فيه 100% لأعلى وأقصى انتصار في ثانية واحدة. موسى عليه السلام وبني إسرائيل وقفوا قدام البحر وراهم جنود فرعون، بني إسرائيل قالوا لموسى إنا لمدركون، مستحيل ننجو إزاي وهم ورانا والبحر قدامنا. لكن سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربي هينصرني بغير أسباب. فيشق البحر لموسى ويغرق فرعون وجنوده من أقصى الهزيمة لأقصى النصر. ربي قادر يعمل كده في حياتنا كلنا. فشلك يتحول لنجاح في ثانية، ضعفك يتحول لقوة، فقرك يتحول لغنى، أملك اللي انت مش لاقي له طريق ولا حل يتحقق، مش لاقي عروسة، مش لاقي جواز، مش لاقيين خلفة،
مش لاقيين شغل. يوم عاشوراء بيقول لكم كلكم ربنا قادر في غمضة عين يحولكم من مغلوب لمنتصر. اما تاني حاجة حصلت في عاشوراء ان هو ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب فيه على سيدنا آدم. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا آدم وزوجته ياكلوا من الجنة زي ما هم عايزين إلا شجرة واحدة اوعى تقربوا منها. فيوسوس الشيطان لسيدنا آدم وينسى سيدنا آدم أمر ربنا سبحانه وتعالى ويأكل من الشجرة ويعاقب بالخروج من الجنة والنزول إلى الأرض. في يوم عاشوراء بقى يقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا علم سيدنا آدم كلمات قالها ربنا تاب عليه وغفر له. إيه هي الكلمات دي عشان نتعلمها فنقولها في يوم عاشوراء؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوها كتير يا اخواتي، قولوها كتير في يوم عاشوراء. زي ما الشيطان غوى سيدنا آدم وسيدنا آدم نسي أمر ربنا ليه فوقع في الذنب والمعصية، فلما تاب ربنا تاب عليه. زينا زي أبونا آدم، شيطاننا ضحك علينا وغوانا في 100 ذنب وذنب. ربنا قال ما نعملش فعملنا، نسينا وضعفنا. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى تاب على سيدنا آدم في عاشوراء، لعله يتوب علينا احنا كمان في عاشوراء يا اخواتي. وكأنه يوم توبة عام عن كل ذنب ومعصية، عن كل ضعف ووقوع في براثن الشيطان والحاجات اللي ضحك علينا فيها. قولوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا كما غفر لآدم. أما ثالث حاجة حصلت في عاشوراء فهي استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، ابن سيدنا علي بن أبي طالب وابن ستنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابي العلم. استشهد في اليوم ده، استشهد بسبب خيانة عهد. أهل الكوفة عهدوه، قالوا له: تعالى والأمر خلاص جاهز، أنت أمير المؤمنين، تعالى هننصرك. فلما جاء إلى الكوفة خانوه وقتلوه واستشهد رضي الله عنه ولعنهم الله. ففي اليوم ده وانت بتتذكر مصيبتك في الحسين رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم يا رب، بتتذكر إنه الاستشهاد ده حصل بسبب خيانة عهد. انت كمان اوعى تخون عهدك مع ربنا لحسن تقتل احسن ما فيك، تقتل نفسك اللوامة اللي بتاخد بايدك لربنا سبحانه وتعالى. كل ما بتقع تتوب، كل ما بتغلط تستغفر. ده عهدك مع ربنا، خليك فاكر. مشكلتك مش انك تقع في الذنب، ومشكلتك انك تستسلم ليه فتبطل تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى فتخون العهد. زي ما خانوا الحسين فقتلوه شهيدا رضي الله عنه وارضاه، انت كمان خنت العهد فقتلت نفسك اللوام، روحك اللي بتحب ربنا وعايزه تقرب منه، خلصت عليهم وسلمت نفسك للشيطان. فراجع عهدك مع ربنا في يوم عاشوراء، قول له: يا رب لا انا مش هخون العهد زي ما اهل الكوفة خانوا الحسين، بل يا ربي كل ما وقعت في ذنب هرجع لك، كل ما تبت ووقعت تاني هتوب تاني، ما يهمنيش كم مرة اقع ولكن يهمني في كل مرة اقع اتوب. وصدق التوبة والجهاد في الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويقبلك ويغفر لك. ويا سلام لو في عاشوراء وانت صايم وربنا سبحانه وتعالى بيغفر به سنة قبله، حاجة بقى آخر جمال، فيغفر لك ويعفو عنك بإذن الله. فدلوقتي حالة ما بصليش؟ لا والله يا رب خلاص عهد اهو ما صلي. مش لابسة حجاب؟ ينفع يا بنتي يا اللي بتحب ربنا، يا أختي يا أمي يا ستي. لا والله يا رب هتحجب واثبت على الحجاب، محجبة بس لسه عايزة تظبطي لبسك، يلا بينا. أنا عندي كذب، عندي إطلاق بصر، عندي من الذنوب يا ربي عهد هتوب. يا أمير أصل أنا خايف أقع، ما تقع بس المهم تتوب تاني، ولما تثبت على توبتك هتبطل تقع. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك، حبيبك امير. فلما تعيش يوم عاشوراء كده اوعدك هيبقى واحد من اهم الايام اللي عدت عليك، وهنتقابل انا وانت يا في الدنيا يا عند الله عز وجل في الاخره. قول لي جزاك الله خيرا يا امير يا حبيبي، والله فعلا اليوم ده فرق معايا. تمام. والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. انت ماشي راح فين؟ يعني ماشي راح فين؟ انا بقى يعني اللي انا عملت كل ده ما عجبكش؟ قبل ما تمشي لايك الفيديو، لايك صفحه فيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام. ده انا فوجئت والله احنا وصلنا 2 مليون على الانستجرام و2 مليون على اليوتيوب، الحمد لله رب العالمين. يلا بقى عايزين نعدي المرحله دي، فاوعى تمشي من غير سبسكرايب، فولو، لايك. يلا بينا. وشير في الخير والدال على خير كفاعله. وشكر مخصوص جدا لكل الداعمين المستمرين على باتريون لغايه دلوقتي، لان باتريون للاسف اتقفل بقى، يعني من مصر هنا صعب الدخول عليه الا من خلال الفي بي ان والحاجات دي. فمن خارج مصر ما زال الحمد لله في بعض الداعمين، من جوه مصر بقى اصعب، محتاج بقى في بي ان وحاجات زي كده. فعملنا طرق تانية تساعدكم في دعم القناه للاستمرار والتطوير باذن الله. في شويه شغل باذن الله يا رب يا رب، انا مش عايز اقول الا لما ابدا فيه عشان لما بقول بلاقيني ما عملتش، فخلوها كده مفاجآت باذن الله جايه ورا بعضها. لو حابين تدعمونا في اللي جاي تقدر دلوقتي من خلال السوبر ثانكس او انك تعمل جوين للقناه. مع العلم مفيش اي حاجات خاصه للناس اللي هتعمل جوين، ولكن هو دعم منك لاستمرار القناه والتطوير باذن الله. لانه زي ما كلكم عارفين احنا ما عندناش الحمد لله اعلانات لا على فيسبوك
ولا على يوتيوب ولا بناخد فلوس اعلانات بفضل الله، فدعمكم هو اللي بيساعد على الاستمرار والتطوير. كل عام انتم بخير، ونلتقي في مواسم طاعه كتير يا رب، كلها خير وقرب من الله. بحبكم في الله. تابعوا الهاشتاج اللي هتلاقوه مكتوب ده، هيبقى ميعاد ثابت مع بعض باذن الله. جزاكم الله خيرا، وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.